السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ انا نور القناوي. النهارده هنعمل مع بعض الجلاش الحلو، حلويات رمضان. هنعملها بسهولة وهنعملها بأشكال مختلفة كتير، وكل ده هيكون بلفة واحدة من الجلاش اللي هي بتبقى نص كيلو تقريبا. هنعمل مع بعض أشكال حلوة قوي، والأشكال دي سهلة جدا على فكرة. مش هتاخد منك وقت وهتعمليها على طول في 5 دقايق، احسن ما نشتريها من بره. طبعا لو هنشتري الكمية دي من بره هتكون غالية جدا، مع ان هي سهلة جدا ان احنا نعملها في البيت. وهقولك كمان على سر القرمشة بتاعة الجلاش، واللون الحلو بتاعه ازاي تطلعيه باللون ده، والعسل المظبوط بتاع الجلاش عشان يطلع مقرمش وحلو، وازاي نحتفظ بالقرمشة دي اطول وقت للجلاش. يلا نقول بسم الله ونبتدي. بس قبل ما نبتدي متنسيش الاشتراك في القناة واللايك والكومنت على الفيديو لو عجبك، شيريه لأصحابك. ويلا بينا. أول حاجة هنعملها مع بعض هو الفستق الكتاب. هنعمله بطريقة حلوة قوي وسهلة، وهيكون طعمه جميل جدا وشكله بالظبط فستق. أول حاجة احنا هنجيب سوداني. ده سوداني عادي بتاع الحلويات، تقريبا في حدود معلقتين كبار، وحطيت عليهم معلقة من السكر. السكر ده بيخلي الفستق لما يطلع، الفستق الكتاب لما استخدمه في الحلويات بيبقى حلو، مش بيبقى لازق كده في بعض. هنفرم ده في بعض مع بعض في الكبة. بعد كده هنضيف بقى اللون الاخضر ده اللي هو بتاع لون الفستق. لو عندك لون اخضر هتضيفي طبعا نقطة منه على طول، بس انا ما كانش عندي، فعملت ميكس ما بين اللون الازرق واللون الاصفر. فطبعا الازرق والاصفر مع بعض هيطلعوا لي اللون الاخضر. هنحط بس نقطة، بس نخلي بالنا ده طبعا لون طعام صحي، يعني مش اي الوان. طبعا ده بنشتريه من مستلزمات الحلويات، ورخيص خالص يعني. هنضرب طبعا ده كله، هنلاحظ حتى ان اللون بيتغير. وطبعا انت بتتحكمي في درجة اللون الاخضر، يعني لو عايزاه افتح من كده شوية عشان هو كان غامق شوية، لو عايزاه افتح يبقى هنقلل شوية في اللون الازرق، نخلي نقطة بسيطة من اللون الازرق. وخلص الفستق الكداب، سهل جدا، دقيقتين. دي لفة الجلاش اللي بنجيبها من السوبر ماركت عادي. وهجيب الصينية بتاعتي هبطنها بمسحة من السمنة. طبعا احنا نستخدم سمنة او نستخدم زبدة اللي احنا حابينه. هجيب بقى عشان اعمل اول شكل. دي بقى تركاية علشان خاطر الجلاش بتاعنا يبقى سهل ان احنا نشكله. ان احنا هنديله رشة بسيطة كده من المية، يعني زي ما انتوا شفتوا بايديكوا كده بترشوا بس نقطتين مية. طبعا مش هنزود المية عشان الجلاش ما يبص مننا. طبعا ده اول شكل بيبقى عامل كده زي النجمة. عايزة تحشيه بقى أي مكسرات بتحشيه، جوز الهند، زبيب، أو الفستق الكداب اللي احنا عملناه. ممكن الفستق الكداب تعملي منه كمية وتشيليها تستخدميها في أي وقت، تشيليها في التلاجة. لما تعوزي تستخدميها طلعيها قبلها بشوية. والشكل ده له مسمى برضو، اللي هو البقلاوة، عش البلبل، أو هي الشكل يعني قريب من النجمة شوية. طبعا هو عيش البلبل بالذات ممكن يتعمل بالجلاش أو بيتعمل بعجينة، نبقى نعملها إن شاء الله في فيديو تاني. وده بقى هنعمل شكل تاني. هنجيب رقين. طبعا لو أنا هستخدم رقين فلازم كل رق هندهنه بالسمنة، ولو هستخدم رق واحد برضو هدهنه بالسمنة، علشان خاطر الجلاش يطلع معايا مورق ويطلع معايا مقرمش. طبعا ده السر بيخلي الجلاش اصلا يطلع مقرمش ويفضل كمان محتفظ بالقرمشة، ان احنا بندي دهنة من السمنة في كل راق من الجلاش، وبندي دهنة كويسة. ده الشكل بقى اللي هو العادي اللي هو الأصابع. انا حشيته فستق الكداب وزبيب وجوز الهند. طبعا زي ما قلت لكم اللي انتوا حابينه، والكمية برضو حسب ما انتوا عايزين. هيبقى بالشكل ده. هنيجي بقى للشكل التالت. هنجيب برضو ورقة من الجلاش وهندهنها بالسمنة، وهنجيب ورقة تانية وهندهنها برضو بالسمنة كويس. يعني هنخلي ان دهنة السمنة تكون متوسطة، ولا كتيرة قوي
ولا تبقى قليلة. وهنديها بقى الرشة بتاعة المية التركية اللي هتسهلك انك تشكلي الجلاش. الشكل ده بقى اللي هما بيسموه اساور الست. انا معرفش بصراحة، في كل بلد بيبقى له اسماء مختلفة، بس هو معروف عندنا باساور الست. هتجيبي بس خلة كده اللي هي بتاعت الشيش طاووق، وهتدوسي عليها كده علشان خاطر تطلع لك شكل اللي هو بيبقى مكشكش شوية، وهتلفيها. بس هي هتمسك مع بعضها علشان خاطر السمنة اللي احنا حاطينها، وعشان رشة المية كمان، فهتبقى سهلة بالنسبة لك انك تعمليها، مش صعبة خالص. طبعا احنا هنكمل احنا بقى العدد اللي احنا عايزينه من كل شكل. وده الشكل الرابع، الشكل اللي هو بيبقى زي المثلث او زي السمبوسك. بنلفها نفس اللفة بتاعت السمبوسك عادي خالص، بس بالشكل ده. وهنقفلها كده، وما تخافوش هي مش هتفك خالص مننا. هي القفلة دي حلوة جدا، وعلى فكرة في السمبوسك برضو لما بتتقفل كده بتبقى سهلة وما بتفكش في الزيت. طبعا كل اللي احنا عملناه هنحطه في الصينية اللي احنا بطناها بالسمنة، وهندهن كل الجلاش بتاعنا بالسمنة. وطبعا كل ما كان الجلاش بتاعك طازة، الورقة نفسها بتبقى طازة حلوة، بتبقى سهل جدا عليكي ان انتي تشكليها او تعملي بيها اي شكل. لكن انا كان الجلاش بتاعي كان مركون شوية، او ما كانش طازة، يعني انا لما اشتريته كان كده، فما بيديش النتيجة الحلوة قوي. يعني بتلاقي الورق بتاعك بيتقطع شوية. لكن كل ما يبقى طازة كل ما يكون احسن طبعا، وهيديكي نتيجة افضل، حتى الشكل هيكون مظبوط وهيبقى حلو معاكي. ده اللي هيخلي الجلاش بتاعنا مقرمش اكتر. بعد بقى ما الجلاش طلع، العسل اللي هو بتاع الجلاش بيبقى عسل تقيل شوية، فاحنا بنستخدم له كوبايتين سكر قصادها كوباية واحدة من المية. لو انت عايزة الجلاش بتاعك يبقى مقرمش بس في نفس الوقت يبقى فيه طراوة شوية، يعني طري شوية مش ناشف، لازم الجلاش يكون سخن، ولازم العسل بتاعه يكون سخن. بصوا الجلاش وحلاوته، ما شاء الله جميل جدا، لونه حلو قوي، وطعمه كمان احلى. والفستق مخلي شكله جميل، وطعم الفستق حلو قوي. بجد لازم تجربوها. والاشكال دي حلوة جدا، يعني الاشكال اصلا لوحدها هتفتح النفس انك تاكلي الجلاش. ما شاء الله عملنا كمية حلوة قوي من الجلاش، وكل ده كان بلفة جلاش واحدة اللي هي نص كيلو. بألف هنا وشفا لكل اللي هيجرب الطريقة. كل سنة وانتم طيبين جميعا. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. مع ألف سلامة.